أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان من الفضائيات الإريترية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالعادة بالعناوين. مديرية حقات تشهد تطعيم المواشي ضد أمراض مختلفة. تنظيم سيمينار حول رعاية المكفوفين في عضايح. سكان 4 مناطق مديرية صنعاء يقومون بصيانة طريق ترابي. مئات القتلى وأكثر من مليون نازح وسط مخاطر من الجوع بنيجيريا. انطلاق مؤتمر سيكا في أستانا وبوتين يتحدث عن نظام دولي جديد. وكوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت مديرية حقات أنشطة فاعلة لتطعيم حوالي 54 ألف رأس من المواشي في الأسبوع الأول من هذا الشهر ضد مختلف الأمراض. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية مساعد الطبيب البيطري محمد عبد الله أن التطعيم جرى في 20 نقطة ب15 ضاحية من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية التي تظهر في المديرية، مشيرا إلى أن التطعيم يشمل أيضا الكلاب. وأشار إلى أن أنشطة توعوية المزارعين والرعاة ظلت تحقق نتائج مرضية لإنجاح الخدمات البيطرية، داعيا أصحاب المواشي لتطعيم مواشيهم في الزمان والمكان المحدد. وناشد لعدم استخدام الأدوية غير المعروف جودتها وإبلاغ السريع للمهنيين في حال ظهور أعراض الأمراض. عقدت جمعية المكفوفين سيمينارا يومي 6 و7 من أكتوبر في عدغي حول رعاية وحقوق المكفوفين. وأوضح مستشار الجمعية السيد قبر مسكال فسها أن الهدف من السيمينار هو تحسين نظرة المجتمع تجاه المكفوفين وإكساب المكفوفين أيضا المهن للاعتماد على أنفسهم. من جانبه أوضح رئيس جمعية المكفوفين السيد الداوود فسها أن قضية المكفوفين هي قضية المجتمع عامة، وأن الدعم المجتمعي المقدم لهم كبير، داعيا المكفوفين لتقوية جهودهم للاعتماد على الذات. وقال مدير مديرية الضعيح السيد هبتاي تسفاز أن المكفوفين يقومون بجهود بناءة بالمشاركة في مختلف الأنشطة، مؤكدا على وقوف إدارة المديرية إلى جانبهم لتطويرهم. يقوم سكان 4 ضواحي في المنحدرات الشرقية في مديرية صنعاء بصيانة طريق ترابي خربته السيول، ويشمل أعمال الصيانة تمهيد الطريق وبناء جدار حماية وبناء مجرى للسيول. وأوضح المشرفون على العمل أن الطريق البالغ طوله 18 كيلومترا من صنعاء إلى موكو تكثر عليه الالتواءات والارتفاعات، ويكون معرضا للسيول في الخريف، ويتم سنويا صيانته لدوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وذكر السكان أهمية الطريق في حياتهم، مطالبين لبدء خدمات حارات للمواصلات العامة التي توقفت بسبب انجراف الطريق. وأوضح مدير ضاحية غولو السيد عبد الله أحمد أن انجراف الطريق أثر سلبا على أنشطتهم اليومية، مطالبا بتوفير الآليات والمعدات لنجاح أكثر لعملية الصيانة. تبذل جهود حثيثة لتطوير المركز الصحي في قلعلو. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض جمال نور تحسن الوعي الصحي لدى السكان، وذكر تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والتحاليل الطبية وتشخيص السل، مشيرا إلى حدوث تغيير مشهود فيما يخص الرعاية الصحية. وأوضح أن رعاية الحوامل القادمات من مناطق بعيدة في المركز الصحي والولادة فيه ساهم في رعاية الأمومة والطفولة.
قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية صرونا اللوازم الدراسية ل91 طالبا محتاجا تقدم لسنة دراسية كاملة. وأوضح مسؤول المكتب السيد مسجانا في الساهية أن الهدف من توزيع اللوازم الدراسية هو تمكين الطلاب من مواصلة التعليم وعدم مقاطعته. وقال إن الدعم لا يستهان به، داعيا الطلاب النجاح في التعليم وأولياء الأمور متابعة وتشجيع أبنائهم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، لقي نحو 500 شخص حتفهم في أسوأ فيضانات تشهدها نيجيريا منذ عامين، ونزح نحو 1.4 مليون آخرين من منازلهم منذ بداية موسم الأمطار. وأثرت الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في ظل سوء البنية التحتية على مساحات شاسعة في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، مما أثار مخاوف من أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم. وقالت وزارة الشؤون الإنسانية النيجيرية أن أكثر من 1.4 مليون شخص نزحوا، وسجل مقتل نحو 500 شخص وإصابة 1546 شخصا بجروح. من جهته قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ مانزو إزيكيبيل في تصريح إن الأرقام الأخيرة تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي. ويلقي المسؤولون باللوم في ارتفاع الأضرار إلى أن السكان ينتهكون قواعد التخطيط الإقليمي ويقيمون منازلهم بالقرب من الممرات المائية. وتتأثر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، ويعاني العديد من اقتصاداتها من تداعيات للحرب في أوكرانيا. انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا أعمال قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا. ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخي قاسم عدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء آخرون. وقال الرئيس الروسي خلال كلمته بالقمة إن موسكو تعمل على إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، مشيرا إلى أن العالم أصبح اليوم متعدد الأقطاب وأن آسيا تلعب الدور الأهم في هذا النظام الجديد. واتهم بوتين واشنطن بتقويض الأمن في المنطقة، وذلك بسبب وجودها الذي استمر 20 عاما في أفغانستان. ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية، ويقوم على فهم العلاقات المباشرة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا والعالم. قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى من طراز كروز. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جون أون قال إن هذه التجربة بمثابة تحذير واضح آخر لأعداء بلاده. وحلق الصاروخان فوق البحر لمسافة 2000 كيلومتر في تجربة تعد الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية. وعرب الزعيم كيم جون أون عن رضاه البالغ على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيا من مكان إطلاق الصاروخين. ووفقا للوكالة فإن هذه التجربة تهدف إلى زيادة تعزيز الكفاءة القتالية وقدرة صواريخها لتشغيل القنابل النووية التكتيكية وإعادة تأكيد موثوقية وسلامة نظام التطبيق التشغيلي الشامل. أطلقت الصين قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث وإدارة الطوارئ والرصد البيئي. وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا أن عملية الإطلاق للقمر الصناعي SSAR-1 جرت من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سانشي شمال الصين على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 2C.
وأوضحت أن القمر الصناعي الذي دخل في المدار المحدد مسبقا سيمكن من الحصول على بيانات تصوير ورادار تدعم أغراض الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة وحماية البيئة، كما سيستخدم في مجالات الموارد الطبيعية والحفاظ على المياه والزراعة والغابات والزلازل وغيرها. ختام النشرة نقدم لكم أهم ما جاء فيها. مديرية حقات تشهد تطعيم المواشي ضد أمراض مختلفة. تنظيم سيمينار حول رعاية المكفوفين في عد غيح. سكان 4 مناطق مديرية صنعاء يقومون بصيانة طريق ترابي. مئات القتلى وأكثر من 1,000,000 نازح وسط مخاطر من الجوع بنيجيريا. انطلاق مؤتمر السيكا في استانا وبوتين يتحدث عن نظام دولي جديد. وكوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.